اصعب مرحله ممكن يعدي بيها البيزنس بتاعك، او خليني اقول لك عن تجربتي انا الشخصيه وانا ببني سيس كوميونيكيشن ايجنسي، وهي شركه للديجيتال ماركتنج سيرفيسز والماركتنج والبي ار عموما. الفكره تعالوا نعرف اصلا البيزنس بيعدي مراحل عامله ازاي، والجراف ده بيوضحها. هي اول حاجه ان انت تبتدي اصلا تنتروديوس الحاجه اللي انت هتعملها للماركت، وبعدين الجروث فيز ان انت تبتدي تكبر البيزنس بتاعك، وبعدين مرحله هو يبقى تمام ثابت ما عليهوش مشاكل، ولما يكبر جدا يا اما تبيعه يا اما بقى هيجي له وقت وهيبوظ خالص وهتقفل الشركه. تمام. اصعب مرحله في دول بالنسبه لي حاجتين: ان انت تعرف تبتدي، ودي اللحظه اللي تقرر انا هعمل فيها الحاجه اللي انا عايزها، بس الاصعب منها بجد ان انت لما تكبر ان انت تعرف تحافظ على مستوى البيزنس بتاعك ان هو يفضل يكبر من غير ما الموضوع يبهوأ منك، من غير ما تاخد قلم في نفسك، من غير ما تاثر في كل اسبكت من البيزنس، ومن غير ما يبقى عندك لاك اوف بلاننج او استراتيجي واضحه. دي اول مره اعمل كونتنت عن البيزنس، انا مش خبيره بيزنس تماما، بس انا بحب او عايزه انقل لكم تجربتي في البيزنس الفتره اللي فاتت وانا ببني الايجنسي. قولي لي في الكومنتس حابين نعمل كونتنت زي ده كتير، هيبقى بيورلي على ماي بيرسونال اكسبيرينس ولا لا.